بوجه الروس قد وقفوا وما هانوا وما ضعفوا وفي الشيشان موقفهم. Во время Первой Чеченской войны Россия бросила в наступление 250 тысяч солдат при поддержке тяжелой техники и авиации, намереваясь взять Грозный за 2 часа. Но в самом сердце столицы их ждали всего 6 тысяч бойцов. Уповая на Аллаха, имея в руках лишь легкое оружие, но обладая твердой верой, они превратили улицы города в пылающий ад. И эти 2 часа растянулись на 2 года изнурительной войны, пока российские войска не отступили. Сколько раз малочисленный отряд побеждал многочисленное войско по воле Аллаха. Ведь Аллах с терпеливыми. بوجه الروس قد وقفوا وما هانوا وما ضعفوا وفي الشيشان موقفهم يلوح كأنه ألف. بوجه الروس قد وقفوا وما هانوا وما ضعفوا وفي الشيشان موقفهم يلوح كأنه ألف. جحافل الروس قد زحفوا كموج البحر يندفع وأسد الله إن قلوا لغير الله ما هتفوا. يلاقون الحتوف بها كما يلقن ذا الكلف. جنود الله ليس لهم سوى رضوانه هدف. سل القوقاز عن أسد على الأرتال قد عصفوا. أحالوا أرضهم سقرا بها الغازون قد تلفوا. رأى الباغون أهوالا ومن نيرانها رجفوا. فيا لله كم صمدوا ويا لله كم زحفوا. لهم في غروزن ملحمة لها التاريخ يعترف. وكم كمنوا وكم قنصوا وكم قصفوا وكم نسفوا. وكم باتت لمقدمهم جيوش الروس ترتجف. وظنوا أن غروزني بساعتين تقتطف. فطالت حربهم حولين وجيش الروس يستنزف. وخاب الروس إذ خسروا وكأس الذل قد رشفوا. ورأس المسلمين سما بنصر عز ما يوصف. نووا أن يأخذوا بالثأر للحرمات فانتصفوا. فغادر جيشهم ذلا يجر الخزي ينصرف. ونصر الله حالفهم فزال البغي والصلف. كأن العز سال دمان لتحيا أرضهم بالشرف. بوجه الروس قد وقفوا وما هانوا وما ضعفوا وفي الشيشان موقفهم يلوح كأنه ألف.